بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة ثانية للتعليم الأصيل أو الموجه لطلبة التعليم الأصيل. ومعنا الفقه في المقرر المبدوء بالشركة. والشريعة الإسلامية أعطت وأولت الجانب المعاملات أهمية كبرى لما ينظم حياة الإنسانية وحياة البشر والمجتمعات، حتى تكون على أساس من العدل والتوازن والتعاون والمحافظة على الأموال الذي هو أصل الحياة، وذلك بتنميته عن طريق الشركة. لأن الناس يختلفون، فليس كل إنسان يستطيع أن ينمي ماله. فهناك من له مال لكن يفتقد إلى التجربة، فالإسلام فتح له هذا الباب وأجاز أن يعطي ماله للآخر أو للآخرين لتنميته عن طريق الشركة والبيع المتبادل. والشركة تعريفها لغة، حينما نقول لغة أي هذا الاسم كان أو هذه الكلمة كانت متداولة عند العرب لأنها عربية، أي كلمة عربية كان ينطق بها العرب قبل الإسلام. ولما جاء الإسلام فوضع لها، أي الفقهاء وضعوا لها اصطلاحا كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فهذه كلمات كانوا العرب ينطقون بها ويتحدثون بها. فلما جاء الإسلام فالفقهاء وضعوا لها تعريفا خاصا يناسب العبادة أو المعاملة. فالشركة لغة الاختلاط، الشركة لغة الاختلاط. ففلان شريك بفلان، أي يعني يخالطه في أمر ما. يقول على كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واصطلاحا عقد بين اثنين فأكثر، أي عقد على مال في هذه الشركة بين اثنين فأكثر، يتم بمقتضى هذا العقد اختلاط ماليهما أو جهديهما لتحصيل الربح، بحيث يأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف بجهده أو في مال الشركة لصالحهما. فهذه الشركة حكمها
الجواز أي جائزة، وقد تعتريها الأحكام الأخرى. فجائزة لقوله تعالى: ضرب الله مثل رجل فيه شركاء بالهمز متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فهذا فيه بيان لجواز الشركة. وفي صحيح البخاري عن سليمان بن أبي سليمان قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يد بيد، فقال: اشتركت أنا وشريك لشيء يد بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب هذا الصحابي فسألناه فقال: أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة أي ربا فذروه أي اتركوه. أنواع الشركة. فالشركة لها أنواع. هذه الشركة إما أن تكون اشتراك في المال على المال فقط، أو في العمل، أو فيهما معا أي المال والعمل. فأولا أو ألف شركة الأموال. شركة الأموال هي عقد بين شريكين، بين اثنين أو أكثر. وهذه الشركة شركة الأموال التي بين اثنين أو أكثر أو مجموع هي إما أن تكون مفاوضة، شركة الأموال مفاوضة أو عنان. فهذه الشركة المفاوضة أو عنان أولا شركة المفاوضات. شركة الأموال على نوعين: شركة مفاوضة أو عنان. شركة المفاوضات وهي لغة مشتقة من فوض، فوضت أمري إليك، أو فوضت أنا إليك، أو فوضت يعني الرأي إليك. سمي بذلك لأن كل من الشريكين يفوض إلى صاحبه حرية التصرف في جميع المال غيبة وحضورا، معنى أن يعطي الإنسان ماله للآخر أو ليتفقا، سواء كان اثنين أو مجموع، فيفوضون الأمر لواحد أو لآخر فيكون يتصرف في هذا المال، في هذه الشركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه الشركة سواء يعني غيابا أو حضورا، حضر المشاركون أو غابوا، فأعطي التصرف، حرية التصرف في هذه الشركة. وهذه بهذه الصفة تسمى هذه الشركة شركة المفاوضات مفاوضة عامة بمعنى أن يتصرف في الشركة، في البضائع، في الأموال، في كل شيء، ما دام قد فوضوا له أو فوض له صاحبه أو شريكه حرية التصرف. ثم النوع الثاني يعني في المفاوضة، مفاوضة عامة يقابلها مفاوضة خاصة. يعني شركة المفاوضات مفاوضة عامة ومفاوضة خاصة. فإذا حدد نوع من مال الشركة، معنى اثنان أو أكثر، فيفوضون للواحد أو الاثنين أو أكثر، يعني أن يتصرف في نوع محدد في المال. أما الباقي فليس له حرية التصرف فيه إلا بالرجوع للشركاء، للشركاء. مثلا لو كان هناك يعني الشركة متعددة الخدمات، متعددة الأنواع أو متعددة البضائع، فيتصرف في هذه البضائع
بيعا وشراء واستيرادا وغير ذلك، والأنواع الأخرى فلا يحق له التصرف إلا بإذن الشركاء أو بإذن الشريك. إذا تصرف بغير إذن الشريك أو الشركاء فلهم أو له أن يقبلوا أي يردوا يعني تصرفه أو يقبلوه، هذا راجع إليه. هذه تسمى مفاوضة خاصة وليست عامة. أما شركة العنان فهي مأخوذة من لجام الدابة، ومن لجام الدابة الذي به تمنع الدابة من التحرك. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول في مانع الزكاة: والله لو كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنان أو عناقا على حسب الروايات لقاتلتهم عليها. فسمي هذا لأن الدابة حينما تمسك بالعنب اللجام يعني تمنع من التحرك حيث شاءت. واصطلاحا هي شركة العنان أن يشترك كل واحد من الشريكين في جمع قدر من مال ثم يخلطاه أو يجعلاه في صندوق واحد يتجرا به معا ويمنع تصرف أحدهما دون الآخر. هذه شركة العنان تختلف عن شركة المفاوضات، معنى أن نتفق على قدر من المال، نتفق على قدر من المال بيني وبين شريكي. فحينما نخلط هذا المال في تجارة أو نضعه في صندوق من أجل التجارة، فحينئذ إذا اشترينا أو بعنا أو تصرف كيفما كان فلا بد أن نتصرف معا، ولا يحق لأحد منا أن ينفرد يعني بالتصرف دون الآخر. هذه تسمى شركة العنان، شركة العنان. ثم هناك شركة الوجوه أو الذمم، شركة الوجوه أو الذمم شركة يشترك فيها اثنان لا مال لهما ويتفقان على شراء السلعة بدين والتجارة فيها والربح والخسارة بينهما ضمانا. يعني هؤلاء لا مال لهما، فهذين أو هذان لا مال لهما، وإنما يتفقان فيما بينهما بالكلمة فقط، فيذهبان ويشتريان السلعة بالدين ويتجران في هذه السلعة التي اشتراها بالدين، فيتفقان على الربح والخسارة بينهما ضمانا. ما معنى ضمان؟ أي كل واحد يضمن الآخر. هذا النوع من الشركة غير جائز، فيه من الغرر وتفسخ إذا أنشئت لعدم وجود المال ولما فيها من الغرر، وهي من باب كما يقول أضمني وأضمنك وأسلفني وأسلفك، يعني أسلفني المال وأسلفك المال، يعني أعطيني المال وأعطيك المال مقابل المال، كأنهم على هذا النوع. فيجوز في حالة إذا اجتمعا وحضرا معا، لا أن يفرد أحدهما عن الآخر، يعني أن يكلف أحدهما فيذهبا ويشتري السلعة بالدين والآخر ضامن، هذه لا تجوز. أما إذا اجتمع معا وذهب معا وحضر معا واشتريا معا سلعة معينة
فهذا جائز لأن العقدة قد وقعت عليهما معا، لا أن تقع على واحد منهما فقط. إذا وقعت على واحد منهما فقط فهذا غير جائز. فهذه الشركة، إن هناك أنواع الشركة كثيرة خصوصا في العصر الحديث، ولكن لن نتطرق لها لأنها الطالب غير مطالب بها، فنذكر ما هو مقرر وما يهم الطالب في الامتحانات. فهذه الشركة لها شروط. شركة الأموال جائزة طبعا، شركة الأموال الجائزة لها شروط، أي لا تصح الشركة إلا بهذه الشروط. أولا أن يكون مالهما حاضر، أن يكون مالهما حاضر، بمعنى أن يكون رأس المال حاضر، فلا تصح ولا تجوز، لا يجوز ولا تصح للشركة إن كان دينا على أحد الشريكين أو على غيره، ولا يجوز التصرف بالحاضر من رؤوس المال قبل حضور الجميع. هذا شرط الأول، أن يكون المال حاضر، فهذا يعطي 1000 وذاك يعطي 1000 مثلا، فلا تصح إن كان دينا، أعطى المال وذاك دين سواء على نفسه أو على غيره. ثم لا يجوز التصرف بالحاضر من رؤوس المال قبل حضور الجميع، بمعنى أن يحضر أحدهما 1000 فيتصرف أو يتصرف فيه قبل حضور 1000 الآخر أو 1000 الآخر. ثانيا أن تكون نسبة الربح والخسارة بقدر مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة، وكذا مقدار القيام بالعمل وأجرة الأجراء. تكون نسبة الربح والخسارة بقدر مساهمة كل شريك، أي من الشركاء، بقدر مساهمة كل شريك في رأس مال الشركة. كذلك يقدر مقدار القيام بالأعمال وأجرة الأجراء الذين يعملون. ثالثا أن يتحد جنس رأس المال إن كان عينا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلف فلا يجوز. إذا كان الذهب بالفضة فلا يجوز لعلة الجمع بين الصرف والشركة. فبعض العلماء يجيزونها، لكن ما هو في المقرر فلا يجيزونها. بمعنى إذا كان رأس المال الشركة عين فيجب أن يتحد جنسه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بمعنى العين بالعين. فلا يجوز أن يدفع مثلا أحد الشريكين ذهبا ويدفع الآخر فضة، فهذا ممنوع. رابعا إذا كان رأس المال عروضا
من الطعام، وتقوم في هذه الحال تقوم العروض والطعام إذا كان رأس المال عروض من الشركاء أو من أحدهم، أو كان طعاما من أحدهم وعروض من الآخر، ويكون نصيب رأس مال أحدهما ما قوم من عروض أو طعام، من عروض أو طعام بغير الألف، من عروض أو طعام. إذن أحد الشريكين وضع في رأس المال المال، والثاني أتى مثلا بالحبوب، فهذا لا يجوز، يقوم هذا الطعام، يقوم، فلا يترك الحبوب أو الطعام أو العروض هكذا دون أن يقوم، فيقوم المقدار، مقدار هذا الطعام ومقدار هذه الحبوب أو مقدار هذه القطاني وغير ذلك من العروض أو الأثرياء أو غير ذلك. في حال إذا كان رأس المال طعاما فيجب أن يتحد جنس الأطعمة، البر بالبر مثلا، طعام يتحد، فلا يأتي هذا بطعام نوع الطعام ثم يعني يأتي بطعام آخر. عند ابن القاسم طبعا خلاف للإمام مالك الذي يمنع الشركة في الطعام. هذه شروط شركة الأموال الجائزة. ثم هناك شركة، لأن قلنا شركة أنواع، شركة الأموال وشركة العمل أو الأبدان أو شركة فيهما معا. عندنا شركة العمل أو الأبدان، تعرف هذه الشركة باسم شركة الأعمال أو شركة الصنائع أو شركة الأبدان، وهي تعتمد، لماذا سميت شركة الأعمال أو شركة الأبدان؟ لأنها تعتمد بالأساس على الجهد البدني أو الفكري، أو الفكري مثلا قد يكون هناك مثلا غني فيضع شركة المال ويشاركه مهندس مثلا بأعماله بأفكاره أو محاسب، فيدخله معه في الشركة فيعمل بفكره أو بدنه أو غير ذلك، بأن يشترك اثنان أو أكثر في عمل معين كذلك، أو في حيازة الأعمال المباحة. وكذلك شركة الأعمال يعني أن يعمل معا، أو هذا يعمل نوع من العمل وذاك نوع من العمل فيشتركان، ويكون ما يكتسبانه مشتركا بينهما حسب الاتفاق، ربحا وخسارة، ربحا وخسارة. وأصل مشروعية هذا النوع من الشركة قول ابن مسعود رضي الله عنه: شاركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. هذا يدل على جواز هذه الشركة. هذا ابن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار، الصحابة رضوان الله تعالى، ابن مسعود أنا وعمار وسعد أي ثلاثة، فيما نصيب يوم بدر أي غزوة بدر، إذا وجدنا شيئا من الغنيمة فنقتسمه بالسوية. قال: فجاء سعد بأسيرين، أسيرين، ولم أجي أنا وعمار بشيء، أي فاشتركوا جميعا بأسيرين. هذا اسمها شركة العمل أو الأبدان. شركة الأبدان طبعا لها شروط في انعقادها. شركة الأبدان تنعقد أولا باتحاد العمل أو تقاربه أو تكامله، وإلا منعت لعلة الغرض. اتحاد العمل أو يقترب منه أو يكمل بعضه. لماذا؟ خوفا من الغرر أو احتمال كساد صنعة أحدهما دون الآخر مثلا. فهذا مثلا
يشترك مع شريك له، هذا يعمل خياطا وذاك يعمل حدادا مثلا. فالخياط قد تكون أو يكون عمله أربح من الحداد، والحداد قد يكون مثلا في شغله أو في عمله الكساد مثلا. هذا مثال فقط. فاتحاد العمل أو تقاربه أو تكامله خوفا من احتمال الكساد أو الغرر. ثانيا اتحاد المحل أو تقاربه، فإن تباعد فسدت الشركة لاحتمال أن يزدهر المحلين دون الآخر. مثلا مدينة صغيرة، اتفق مع يتفق اثنان، أحدهما في الدار البيضاء والثاني في مدينة صغيرة، فيشتركان. ذاك يفتح محل تجارة في شارع مزدهر، مدينة كبيرة واقتصادها مزدهر والتجارة مزدهرة والبيع والشراء على أشده. والثاني يفتح في مدينة بعيدة والتجارة فيها كاسدة، فيشتركان. وهذا الذي في هذه المدينة البعيدة فيشترك مع الذي في الدار البيضاء، إذا يقتسمان الربح والخسارة. إذن فهذا بعيد، لأن هذه الشركة فيها الضرر بالآخر، إذن تفسد الشركة. كذلك من شروط الأبدان اقتسام الربح حسب مقدار العمل الذي يقوم به كل واحد، أو الاتفاق على ذلك أثناء التعاقد. الاتفاق على اقتسام إما الربع وإما النصف وإما على ما يتفقون أو يتفقان عليه. هناك بعض الأسئلة والمسائل التي قد تقع في هذه الشركة، مثلا غياب أحد الشريكين عن العمل إذا كان لعذر مثلا منعه من الحضور كالمرض والتمريض وغير ذلك والسفر وغير ذلك. إذا كانت مدة محددة ب3 أيام فأقل، فيعامل معاملة الحاضر، بمعنى أنه لا يؤثر في الشركة، فالأرباح تقسم بين الشريكين على ما اتفق عليه على قدر العمل. إذا كانت مدة الغياب طويلة أكثر من 3 أيام، فإن الحاضر العامل يأخذ أجرة مثله مما عمله، فإن بقي شيء من الربح فهو بينهم، وإن بقى فلا يأخذ شيئا. لما ورد في المدونة الكبرى للإمام مالك قلت: هل يجوز للشريكين أن يشترك على أن يحتطب الحطب؟ فاحتطب من شيء فهو بينهما نصفان. قال: إن كان يعملان جميعا معا في موضوع واحد فلا بأس بذلك. وهذه الشركة التي على الأنواع التي ذكرناها. وأما شركة الوجوه فقد سبقت وتحدثنا عنها. وهذا باختصار، والله الموفق والميسر لكل طالب لعلم، وأن يسهل الامتحان على كل ممتحن، والحمد لله رب العالمين.